أهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة الدرس الرابع في الدراسات الاجتماعية بعنوان لمحات من حياة الخلفاء الراشدين. يعني ايه العنوان ده؟ ايه لمحات من حياة الخلفاء الراشدين؟ اقول لك يعني هنعرف شوية معلومات عن 4 اشخاص. ال4 اشخاص دول حكموا الدولة الاسلامية بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على طول. ال4 حكام دول بقى كانوا من افضل الحكام اللي حكموا الدولة الاسلامية، علشان كده بنقول عليهم الخلفاء الراشدين. كلمة خلفاء لانهم يحكموا بعد وفاة سيدنا محمد على طول. طب راشدين لانه كل واحد فيهم كان حاكم عادل. طب انا عايز اعرف بقى اسماء ال4 حكام دول اللي انت بتقول لي عليهم الخلفاء الراشدين. اقول لك رقم 1 واول واحد ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق صديق وصاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه، هو اول واحد يمسك الحكم بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اول واحد في الخلفاء الراشدين مين؟ اقول له ابو بكر الصديق. طب مين اللي هيمسك الحكم بعد وفاة ابو بكر الصديق؟ اقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مين؟ عمر بن الخطاب. طب بعد عمر ما يموت مين اللي هيمسك مكانه؟ اقول له عثمان بن عفان. عثمان بن عفان، ايوه. طب مين بعده؟ اقول له علي بن ابي طالب. يبقى عدد الخلفاء الراشدين كام؟ 4. تعرف تقولهم؟ ايوه بالترتيب: ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. يبقى لما حد يسألك ويقول لك اول الخلفاء الراشدين مين؟ اقول له ابو بكر الصديق. طب رقم 2 مين؟ اقول له عمر بن الخطاب. طب رقم 3 مين؟ اقول له عثمان بن عفان. طب رقم 4 واخر واحد في الخلفاء الراشدين مين؟ اقول له علي بن ابي طالب. طيب السؤال هنا، هو ليه اول واحد في ال4 اللي هم الخلفاء الراشدين كان ابو بكر الصديق؟ ليه مثلا ما كانش عمر بن الخطاب او كان مثلا علي بن ابي طالب؟ اقول لك لما سيدنا محمد توفي سنة 11 هجرية، المسلمين قعدوا مع بعض واتفقوا انهم هيعينوا ابو بكر الصديق رئيس الدولة الاسلامية، والرئيس في الوقت ده كانوا بيقولوا عليه خليفة. وبكده يبقى اول خليفة هيجي يحكم الدولة الاسلامية بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ اقول له ابو بكر الصديق. طب مين اللي اختاره؟ اقول له المسلمين قعدوا مع بعض واتفقوا انهم هيعينوا سيدنا ابو بكر الصديق اول خليفة، يعني اول حاكم للدولة الاسلامية. ليه؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يتوفى ما كانش محدد مين اللي هيحكم الدولة الاسلامية؟ اقول لك لا، الرسول ما حددش حد معين، فالمسلمين هم اللي اتفقوا مع بعض واختاروا سيدنا ابو بكر الصديق. برضو انت لسه ما جاوبتنيش على سؤالي، هم ليه اختاروا ابو بكر الصديق وما اختاروش حد تاني؟ يعني بما تفسر اختيار ابو بكر الصديق رضي الله عنه اول خليفة للمسلمين، ليه هم اختاروا ابو بكر الصديق؟ اقول لك علشان 3 حاجات. اول حاجة لأنه أول من أسلم من الرجال. أول واحد من الرجال يدخل في الإسلام كان مين؟ كان أبو بكر الصديق، وده أول سبب خلى المسلمين يختاروا سيدنا أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. إيه كمان؟ قال لك شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته. كل الغزوات اللي عملها سيدنا محمد سيدنا أبو بكر الصديق ما سابوش ولا في غزوة، فده تاني سبب خلى المسلمين اتفقوا إنهم لازم يختاروا أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. إيه كمان؟ قالك لما الرسول تعب ما كانش بيقدر يبقى إمام المسلمين في الصلاة. احنا عارفين إن أي صلاة لها إمام، فمين اللي كان بيؤم المسلمين ويبقى هو الإمام في الصلاة؟ سيدنا محمد. قالك بقى سيدنا محمد لما تعب في آخر أيامه خلى مين هو اللي يبقى الإمام مكانه؟ سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى تالت سبب جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. يبقى لما الرسول كان مريض خلى مين هو الإمام؟ خلى أبو بكر الصديق. ال3 أسباب دول خلوا المسلمين يختاروا مين؟ يختاروا أبو بكر الصديق. يبقى لما حد يسألني ويقول لي بما تفسر اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين، ليه المسلمين كلهم اختاروا أبو بكر الصديق؟ أقول له لأنها أول من أسلم من الرجال، شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. تاني السؤال ده لازم تحفظه، لأنه أول من أسلم من الرجال، شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. طيب السؤال هنا بقى، احنا كده عرفنا ليه المسلمين اختاروا أول واحد يكون أبو بكر الصديق.
طب هو انت عاوزني اعرف ايه عن الخلفاء الراشدين الاربعة؟ يعني ايه الحاجات اللي انت عايزني اعرفها؟ اقول لك عايزك تعرف حاجة واحدة بس، اهم اعمال كل واحد فيهم. اهم اعماله؟ ايوه، لازم تقول لي كل واحد عمل ايه. طب احنا هنبدأ بمين؟ هنبدأ باول خليفة للمسلمين، ابو بكر الصديق. تعالى كده بقى نشوف مع بعض سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمل ايه. اقول لك لو جينا بصينا على اعمال ابو بكر الصديق هنلاقيه عمل 4 اعمال، 4 حاجات مهمة جدا جدا جدا. طب بس استنى، هو سيدنا ابو بكر الصديق هيبقى خليفة سنة كام؟ اقول له في نفس السنة اللي توفي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين ان سيدنا محمد توفي سنة 11 هجرية، يبقى سيدنا ابو بكر الصديق هيتولى الخلافة ويبقى خليفة امتى؟ اقول له سنة 11 هجرية. طب انت بتقول لي ان هو عمل 4 حاجات، ايه هم ال4 حاجات؟ اقول لك اول حاجة ارسل جيش بقيادة واحد اسمه اسامة ابن زيد الى بلاد الشام. مش فاهم حاجة. اقول لك سيدنا محمد قبل ما يتوفى على طول كان اعد جيش، الجيش ده المفروض هيطلع يروح الشام. ليه؟ علشان يحارب الروم ويأمن حدود الدولة الإسلامية، ولكن سيدنا محمد توفي قبل ما الجيش ده يطلع يروح يحارب. فلما سيدنا محمد توفي ومسك سيدنا ابو بكر الصديق الخلافة، اول حاجة قال لك انا لازم اعملها ارسال جيش اسامة ابن زيد الى الشام، لازم ابعت جيش اسامة ابن زيد الى الشام. طب السؤال هنا، هو الجيش ده كان رايح يعمل ايه؟ اقول له كان رايح يعمل حاجتين، رايح يحارب الروم ويأمن حدود الدولة الإسلامية. يبقى جيش أسامة ابن زيد مين اللي جهزه أصلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول توفي قبل ما الجيش ده يطلع من المدينة يتجه إلى الشام. فسيدنا أبو بكر الصديق أول حاجة يعملها أول ما مسك الخلافة إرسال جيش أسامة ابن زيد إلى الشام، دي أول حاجة عملها. ولو قال لك ليه بما تفسر قام ابو بكر الصديق بارسال جيش اسامه ابن زيد الى الشام؟ ليه بعت الجيش ده؟ اقول له علشان حاجتين، لمحاربه الروم، رايح يحارب ناس اسمهم الروم في الوقت ده كانوا على طول بيعتدوا على الدوله الاسلاميه، وكمان الجيش ده هيقدر يامن حدود الدوله الاسلاميه، الحدود بتاعه الدوله الاسلاميه الجيش ده هيامنها. يبقى جيش اسامه ابن زيد رايح يعمل كم مهمه؟ مهمتين. يبقى احنا كده عرفنا اول اعمال ابو بكر الصديق ايه؟ ارسال جيش اسامه ابن زيد الى الشام. ليه؟ اقول له لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية. طب مين اللي كان مجهز الجيش ده قبل ما يموت؟ اقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كده احنا عرفنا اول حاجة عملها ابو بكر الصديق. تاني حاجة ايه؟ قال لك بعد وفاة سيدنا محمد بعض القبائل ارتدت عن الاسلام، يعني قبائل قالت لك احنا خلاص مش عايزين نبقى في الاسلام، ومنهم قال لك ما احناش دافعين الزكاة اصلا، والزكاة ده ركن من اركان الاسلام. وكمان فيهم ناس ادعوا النبوة، فيهم ناس قالت لك احنا انبياء شبه سيدنا محمد. مين ده؟ قال لك واحد اسمه مسيلمة الكذاب. وبالتالي كان على سيدنا أبو بكر الصديق يحاربهم، دول بنقول عليهم المرتدين. اللي ارتدوا عن ايه؟ ارتدوا عن الدين الإسلامي. يبقى تاني عمل قام به أبو بكر الصديق أقول له محاربة المرتدين. محاربة مين؟ المرتدين. سيدنا أبو بكر الصديق هيحاربهم. طب لو حد سألني وقال لي من هم المرتدين؟ أقول له قبائل ارتدت عن الإسلام، رجعت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة اللي هو ركن من أركان الإسلام، وادعى البعض منهم النبوة. زي مين؟ زي مسيلمة الكذاب. يبقى تاني، من هم المرتدين؟ أقول له قبائل ارتدت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة وادعى البعض النبوة مثل مسيلمة الكذاب. طب أنا عايز أعرف بقى سيدنا أبو بكر الصديق هيعمل إيه معاهم؟ قال لك أرسل لهم عدة جيوش لمحاربة المرتدين، يعني ما بعت لهمش جيش ولا 2، لا عدة جيوش حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى. يبقى كده سيدنا أبو بكر الصديق تساهل معاهم ولا قابلهم بحزم وقوة؟ قابلهم بحزم وقوة. طب اثبت لي الكلام ده. أقول له أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى. يبقى احنا كده عرفنا تاني عمل عمله سيدنا أبو بكر الصديق إيه؟ أقول له محاربة المرتدين. طب من هم المرتدين؟ أقول له دي قبائل ارتدت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة اللي هو ركن من أركان الإسلام، وكمان ادعى البعض منهم النبوة. زي مين؟ زي واحد اسمه مسيلمة الكذاب. اسمه ايه؟ مسيلمة الكذاب. طب سيدنا ابو بكر هيعمل ايه معاهم؟ هل يبعت لهم جيش ولا 2؟ اقول له ارسل لهم عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا الى الاسلام مرة اخرى. طيب دي تاني حاجة عملها سيدنا ابو بكر الصديق، محاربة المرتدين. فاكر اول حاجة ايه؟ ارسال جيش اسامة ابن زيد الى الشام،
الإسلام. ده أول حاجة عملها. تاني حاجة عملها على طول محاربة المرتدين. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قالك في حروب المرتدين اللي كانوا بيحاربوا الناس اللي كانت عايشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده، وكانوا حافظين القرآن، فكان القرآن متوزع على الصحابة وكل واحد حافظ حاجات من القرآن الكريم. ولكن في حروب المرتدين استشهد، يعني مات عدد كبير جدا من الناس اللي كانت حافظة القرآن الكريم. فهنا سيدنا أبو بكر الصديق قالك أنا لازم أكتب القرآن الكريم علشان مثلا ما يبقاش حد حافظ حاجة وينقتل، وبكده ممكن الآيات تروح، لأن كان القرآن الصحابة حافظينه، ما كانش القرآن كله مكتوب. فسيدنا أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم، مجمع القرآن الكريم. طب مين اللي هيكتبه بإيده؟ أقول له أمر واحد اسمه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وده طبعا من الصحابة. يبقى أبو بكر الصديق هيأمر مين بجمع القرآن الكريم ويكتبه؟ أقول له زيد بن ثابت. ليه؟ أقول له بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين، لأن عدد كبير جدا من اللي كانوا حافظين القرآن الكريم ماتوا في حرب المرتدين. فهنا أبو بكر الصديق هيأمر زيد بن ثابت بأنه يكتب القرآن الكريم، لأن في الوقت ده كانت الناس حافظة القرآن، ولكن المشكلة إن عدد كبير جدا من اللي كانوا حافظين ماتوا. فسيدنا أبو بكر عايز يحافظ على القرآن الكريم، فأمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. يبقى لما حد يسألني ويقول لي مين اللي جمع القرآن الكريم؟ أقول له أبو بكر الصديق. عمل إيه؟ أقول له أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. طيب ليه؟ أقول له بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين، لأن عدد كبير جدا مات في حرب المرتدين من الناس اللي كانت حافظة القرآن. وفي الوقت ده ما كانش فيه مصاحف ولا كان القرآن كله مكتوب، لا ده هو أول واحد يكتبه ويجمعه كان أبو بكر الصديق. طب رابع حاجة عملها سيدنا أبو بكر الصديق كانت إيه؟ قال لك الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. يعني ايه الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية؟ اقول لك بعد كل اللي عمله ابو بكر الصديق اصبح شبه الجزيرة العربية خلاص هو قضى على المرتدين وجمع القرآن الكريم والامور بقت تمام. الوقت بقى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه عايز ينشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية، يعني يروح الشام ويروح العراق ويروح البلاد التانية يعرفهم على الدين الاسلامي، وكمان يأمن حدود الدولة بتاعتنا. فهنا سيدنا ابو بكر الصديق هيرسل الجيوش الاسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. ولما حد يسألك ليه؟ أقول له لنشر الإسلام، علشان يعرف البلاد التانية إيه هو الإسلام، وكمان يأمن حدود الدولة الإسلامية. أي حدود دولة لازم يبقى عليها جيوش تأمنها، يبقى لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. يبقى رابع حاجة عملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إيه؟ أقول له الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية، لما بعد الجيوش الإسلامية في خارج شبه الجزيرة العربية. طب لو سألني وقال لي بما تفسر إرسال أبي بكر الصديق الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية؟ هو ليه بعت الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية؟ أقول له لنشر الإسلام، علشان ينشروا الإسلام في البلاد التانية، وكمان تأمين حدود الدولة الإسلامية. طيب كده احنا عرفنا أهم الأعمال اللي عملها سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق تولى الخلافة قلنا سنة كام؟ سنة 11 هجرية، في السنة اللي توفي فيها مين؟ سيدنا محمد. طب هو عمل كل الأعمال دي في قد إيه؟ أقول له لحد سنة 13 هجرية. يعني سيدنا أبو بكر الصديق توفي سنة 13 هجرية؟ أيوة، مسك من سنة 11 هجرية لسنة 13 هجرية. عمل في الفترة دي كم حاجة؟ 4 أعمال. أول حاجة عملها إرسال جيش أسامة ابن زيد إلى الشام. ليه؟ لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية. طب الجيش ده مين اللي كان مجهزه قبل ما يتوفى؟ أقول له الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة محاربة المرتدين، حارب القبائل اللي ارتدت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة، وفيهم ناس ادعوا النبوة كمان زي مسيلمة الكذاب. طب قول لي عمل ايه؟ اقول له ارسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا الى الاسلام مرة اخرى. طيب تالت حاجة اقول له جمع القرآن الكريم. سيدنا ابو بكر الصديق هيؤمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. ليه؟ اقول له بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين، علشان كده قام ابو بكر الصديق بجمع القرآن
الكريم. آخر حاجة عملها كانت الفتوحات الإسلامية لما أرسل الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. ولو حد سألني وقال لي ليه، أقول له لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. طب لو جالي أسئلة على الجزء ده وقال لي أكمل العبارات الآتية: رقم 1، جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة ابن زيد إلى إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجهز جيش أسامة علشان يبعته فين؟ أقول له يبعته إلى الشام. كان رايح فين؟ الشام. طب رقم 2، المرتدين هم القبائل التي رفضت دفع إيه؟ المرتدين دول كانوا رافضين يدفعوا إيه؟ كانوا رافضين يدفعوا الزكاة، والزكاة ده ركن من أركان الإسلام، يعني لازم تخرج من مالك فلوس علشان تتصرف على الفقراء والمساكين، اسمها الزكاة. هم بقى القبائل دي قالت لك ما احناش دافعين زكاة، فعلشان كده سيدنا أبو بكر الصديق حاربهم، وبنقول على الحرب بتاعتهم اسمها إيه؟ حرب المرتدين. طب رقم 3، استشهد كثير من حفظة القرآن الكريم في حروب نقط، أقول له في حروب المرتدين. في حروب المرتدين توفي عدد كبير جدا من حفظة القرآن الكريم. طب لو جالي سؤال صح وغلط وقال لي اتبع المسلمون نظام التوريث في اختيار الخلفاء الراشدين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان في نظام توريث، اقول له غلط، كان في نظام خلفاء، المسلمين هم اللي بيختاروهم. طيب رقم 2، ظهر نظام الخلافة عند المسلمين بعد وفاة الرسول، أقول له طبعا صح، الخلافة ده نظام ظهر بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 3، شارك أبو بكر الصديق في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول له طبعا صح، سيدنا أبو بكر الصديق ما سابش سيدنا محمد ولا في غزوة. طب رقم 4، أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم، أقول له صح، سيدنا أبو بكر الصديق هو اللي أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. طب افرض جاب لي سؤال اختياري وقال لي أول من أسلم من الرجال هو مين؟ أقول له من غير ما أفكر على طول سيدنا أبو بكر الصديق. طيب رقم 2، ارتدت بعض القبائل عن الإسلام في عهد الخليفة مين؟ القبائل اللي ارتدت عن الإسلام الكلام ده حصل في عهد الخليفة مين في ال4؟ أقول له على طول في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب رقم 3، جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق على إيد مين؟ من الصحابي اللي كتب القرآن الكريم وجمعه؟ أقول له زيد بن ثابت. مين؟ زيد بن ثابت. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من درسنا النهاردة، واللي اتكلمنا فيه عن أعمال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بس عايزك تركز لي على شوية الأسئلة دي، لأن ده أكتر جزء هيبقى فيه أسئلة. الجزء التاني إن شاء الله مفهوش عدد الأسئلة اللي احنا هناخدها في الجزء ده. طب إيه الأسئلة اللي ركز عليها؟ أقول لك رقم 1، لو جالك سؤال وقال لك بما تفسر اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين، أقول له علشان 3 حاجات: لأنه أول من أسلم من الرجال، شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. يبقى احنا عندنا 3 أسباب خلت المسلمين يختاروا سيدنا أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. طب رقم 2، بما تفسر إرسال أبي بكر الصديق جيش أسامة ابن زيد إلى الشام. هو ليه بعت جيش أسامة ابن زيد إلى بلاد الشام؟ أقول له لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية. ليه؟ لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية. كل الأسئلة دي تكتبها ورايا وتحفظها. طب 3 سؤال، بما تفسر أمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. ليه سيدنا أبو بكر الصديق أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم؟ أقول له بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين. بسبب إيه؟ بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين. طب رابع سؤال عندي لازم أكون حافظه، بما تفسر إرسال أبو بكر الصديق الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. ليه آخر حاجة عملها سيدنا أبو بكر الصديق إن هو أرسل الجيوش الإسلامية بره شبه الجزيرة العربية؟ أقول له لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. لإيه؟ لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. طيب آخر سؤال عايزك تحفظه في الجزء ده، سؤال دلل بيقول لي حزم وقوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة المرتدين. قل لي سيدنا أبو بكر عمل إيه بالظبط في حرب المرتدين؟ أقول له أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى. أرسل جيش ولا 2 ولا عدة جيوش؟ عدة جيوش علشان يحاربوهم لحد ما رجعوا تاني للإسلام مرة أخرى. يبقى لما يقول لي دلل على حزم وقوة أبي بكر الصديق في محاربة المرتدين، أقول
بقول له أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى. وبكده نكون خلصنا جزئنا النهاردة، واللي اتكلمنا فيه عن أعمال سيدنا أبو بكر الصديق، واللي قلت لك لازم تحفظهم كمان بالترتيب، لأنه أول حاجة عملها إرسال جيش أسامة ابن زيد إلى الشام، وتاني حاجة محاربة المرتدين، وتالت حاجة جمع القرآن الكريم، وآخر حاجة الفتوحات الإسلامية لما أرسل الجيوش بتاعته خارج شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من درسنا النهاردة. ما تنساش تتفرج على الجزء الثاني من الدرس ده. تحياتي ليكم، مستر عطا زكي شحطه.